النهارده هنعمل مع بعض كيكة برتقان يا جماعة تجنن، حكاية كده خطيرة زي ما انتم شايفين. بجد خطيرة، كل حاجة تتقال عليها. ولا بصي البرتقان هوريكي السر ده يطلع معاكي ازاي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك. يلا نشوف الكيكة النهارده عملناها ازاي. هاتي بقى نعملها في الخلاط. هننزل بثلاث بيضات، وكمان هنزل بكيس من فانيليا البرتقال، كيس واحد لان هي بتبقى كميته حلوة. وهنزل بغطا من الخل ونص ليمونة. بُصّوا يا جماعة، نُص الليمونة دي بتودّي الكيك في حتّة تانية، بجد سواء في اللون سواء في الطعم. بُصّي مفيدة جدًا، حُطّيها مهمة جدًا. أخفقتهم كويس في الخلاط وهانزل بكوباية من السكر، السكر العادي بتاعنا. هاجيب بقى كوباية من المَيّة وهانزل عليها بمعلقة كبيرة هرمية من التانك البرتقان، قلّبتها كده في كوباية المَيّة من غير سكر ولا حاجة، وهاقوم نازلة عليها بالخليط. وهاجيب بقى إيه، أنا مقطّعة شرايح برتقان، هاجيب كده إيه، أحُط فيها ربع برتقالة قطّعيها كده مكعبات وحُطّيها فيها، تمام. اخفقي بقى كويس جدًا في الخلاط، اخفقي كويس جدًا. وبعد كده وهو الخلاط شغال نزلت بكوباية من الزيت، وبعد كده بافضل أخفق تمام فيهم. بُصّي اللون حتى بيبدأ إن هو يفتح معايا. شِلت الخلاط بتاعي وجبت البولة وحطيت فيها الخليط السائل، وانزل عليهم بكوبايتين ونُص من الدقيق، الكوباية اللي هي 250. الكوباية اللي عايرتِ بيها من أول ما تعملي الكيكة هي اللي تكمّلي بيها لحد ما تخلّصي الكيكة. الفرن بتاعي شغال قبل ما ابتدي في الكيكة، يعني شغّليه وبعد كده حضّري مقادير الكيكة. خلاص نخلت الدقيق، رُحت نازلة بكيس من البيكنج باودر اللي هو الكيك شيف، ورُحت نازلة برشّة من الملح، وقلّبي الكلام ده كلّه مع بعض. حطيت الأول كوبايتين، وبعد كده رُحت نازلة بالنُص كوباية. أنا باحب أحط الدقيق على مرحلتين عشان ما أقلّبش فيه كتير وإيه ودراعي يوجعني وكمان تقلّبيه كويس ما يبقاش فيه كلاكيع. ادّي له تقليبة حلوة كده جامدة. يالّا بقى تعالي نشوف الصينية بتاعتي. الصينية بتاعتي مقاس هنا 26، ورُحت دهناها كده دهنة زيت، وحطيت ورقة زبدة وسكر بني أو سكر عادي. أنا كان عندي سكر بني حطيت. وابدئي بقى بُصّي مقطّعة شرايح البرتقال الخطيرة اللي أنتِ شايفاها دي، رصيها كده بدايرة جميلة فوق بعضيهم كده، يعني كل حرف فوق التاني، ولفّي الصينية بتاعتِك. بعد ما خلّصت بقى شرايح البرتقان زي ما أنتِ شايفة كده، هاقوم إيه، عاملة إيه، شوية سكر من فوقيهم. بُصّي هنا لسه بارُص البرتقان أهو، تعالي بقى نحط بقى شوية سكر كمان بني من فوقيهم كده، وخلاص. بجد يا جماعة أحسن من إن أنتِ تعملي البرتقال تكرمليه على البوتاجاز. بُصّي هتاخديها تحفة، اوعي تراجعي ورايا. شايفة الجمال والحلاوة، شايفة قوام الكيكة عامل إزاي. أنا هنا لا مسرّعة ولا مبطّئة، باورّيكِ القوام بتاع الكيكة يبقى عامل معاكِ إزاي. شايفة الجمال والحلاوة، يا جماعة كيكة تستاهل بُقُّكم بجد. تعالي كده، ده أنا جُعت وعايزة أقوم أعملها تاني. تعالي بُصّي الجمال بقى، هاتي عصاية شيش كده وابدئي شيلي عشان أي فقاعات، دخّليها على الرف الوسطاني، بتقعد حوالي 35 دقيقة، وبعد كده تسيبيها لمّا تهدى واقلبيها وطلّعيها. ألف هنا وشفا على قلبِك تجنن يا جماعة. أتمنى الفيديو عجبكم النهارده، لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. معلش المرة دي أنا ما قدرتش أقطّعها معاكم علشان كنت مودياها لابني في حفلة في المدرسة. أسيبكم بقى في رعاية الله مع الجمال والحلاوة دي، وأقول لكم سلام.